اتفضل. طيب بقول لحضرتك ان بروس يا استاذ احمد النهارده اولا ما طمعش في الماتش ولا احسن حسن طمع في الماتش. الماتش من احسن الماتشات اللي اتلعبت، بس بامكانيات اللعيبه اللي هنا وامكانيات اللعيبه اللي هنا. انما اللمسات الاخيره اللي هي بتاعت المدرب سواء هنا او هنا ما كانتش واضحه. في نادي الزمالك انت شايف الشوط الاولاني محمد ابراهيم وشايف ابراهيم حسن مش موفقين. لازم تنزل محمود عبد العزيز في بدايه الشوط الثاني، وخصوصا ان انت داخل منتشي، انت لسه جايب هدف التعادل، فالمفروض تنزل محمود عبد العزيز يلعب كان بطارق حامد، وكنت سبت فرجاني ساسي يبقى هو المعلم اللي تحت الفيرود. والدليل ان هو النهارده جايب جونين، لان هو كان قريب من الجون سواء في الجون الاولاني او الجون اللي هو جابه بدماغه من الكره الثابته يعني. تمام. حاجه تاني حاجه ان انت يعني ما تظلمش خالد بطيب. ما احنا عندنا حداري ده بقى له سنه قاعد معاك، يعني المفروض هو اللي واخد الاحساس واخد الثقه منك الماتشين الاخر دول المفروض، ولا انت بتلعب يعني لعيبه دوري الرهن لجماهير الزمالك يعني ما تدفعش دي الا في مباراه عشان يبقى هو عنده الثقه، مش مباراه كبيره زي دي. انما ان هو بيجامله النهارده، يعني النهارده بيجامله، واخد بال حضرتك؟ ومش برضه منزله في الوقت اللي هو ما يساعدش اي فيرود، لان الفيرود ده لازم ياخد حساسيه الاول، كروسات من على الجناب بتاع، واخد بالك؟ وبعدين كان عمر السعيد كان هايل النهارده. ما انت بتخرجه ليه؟ واخد بالك؟ لو عايز تدفع بقى كنت من بدايه الشوط الثاني زي ما انا بقول لك كده، محمود عبد العزيز مكان محمد ابراهيم، وكان حدادي ناحيه الرايت مكان ابراهيم حسن، وكنت خليت فرجاني ساسي هو المعلم ده مكان المعلم النهارده. كنت هتلاقي فرقتك احسن من كده واقوى من كده وايجابيتها اكتر من كده على الجول. دي بالنسبه للناحيه هنا في نادي الزمالك. الناحيه الثانيه بقى طبعا حسام اول هام انا ما اعرفش غير مجدي قفشه ليه. ثاني هام انت نزلت عمر جابر بناء على ايه؟ حتى كمان لما جيت بيني بعد الشوط الاولاني في بدايه الشوط الثاني خليت كينو بقى يلعب راس حربه. كينو خطورته ان لازم يجي على الجون بوشه يا استاذ احمد. تمام. يعني لازم يجي بوشه على الجون. كينو في الاخر كنت دخلت شمال هو اللي ناحيه الرايت، وكنت نزلت الراجل اللي انت جايبه من ريال مدريد ده اللي انت عملت بيها التغييره الثانيه اللي هي بتاعت مجدي قفشه يعني. فالاثنين النهارده انا بقول لك بمنتهى الامانه صفر. ادارتهم للمباراه صفر، واخد بالك؟ بس المباراه لو فيها قياده فنيه من بره من هنا ومن هنا كنا هنشوف اجوان اكتر من كده، وكنا هنشوف اداء كمان احسن من كده. اكيد. يعني انت شايف يا كابتن رضا ان اثنين المدربين الفنيين ما قدروش المباراه على ما يرام النهارده؟ ما انا بقول لك صفر الاثنين. صفر الاثنين. من 10 ياخدوا صفر، لان لا ده فرق مع فرقته ولا ده فرق مع فرقته. طيب والحكم النهارده ايه رايك وتقييمك للحكم من المباراه؟ الحكم الغلطه الوحيده في المباراه اللي هي بتاعت عبد الله جمعه، طرد عبد الله جمعه. انما الجول اللي هو الثاني بتاع عمر السعيد اوفسايد، كل الاحتكاكات اللي حصلت، وكان في واحده على فكره هو عوض بتاعت عبد الله جمعه في اللي هي الاولانيه، وكان جري عليه وكان عايز يديله انذار، بس افتكر ان كان لسه واخد انذار الكره بتاعت كينو. ايوه. لان كينو اللي لمس الاول اللي هي كانت على 18 من ناحيه اليمين لو تفتكر. ايوه. واخد بالك؟ فهو افتكر ان هو لسه مديله انذار، لما جه بقى عمل التاكلينج وهو ما لمسش فقام جاي مدي الطرد، فده طرد ظالم 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 صراحه يعني. طيب. انما الحكم كان 100% وكان كويس هو والاثنين، اللايزمان من هنا واللايزمان من هنا. كابتن رضا تغيير خروج ابراهيم حسن بعد الطرد هل اثرت على الفريق التغيير ده، او كان المفروض يعمل ايه في الوقت ده؟ ما انا بقول لحضرتك كان المفروض من بدايه الشوط الثاني. لا انا بقول لك بعد طرد عبد الله، كان ايه اللي المفروض يعمله؟ بس ما هو عمل ان هو نزل عبد السلام لعب باك ليفت مكان عبد الله جمعه وشد ابراهيم حسن. تغييره عاديه جدا، وان هو عشان ما تبقاش الحته ديت مفتوحه يعني. يعني كان وجهه نظري مش كان المفروض ينزل محمود عبد العزيز مكان لا محمود عبد العزيز ده كان لازم، لو انت طمعان في الماتش يا استاذ احمد ولسه متعادل ودخلت الاوضه وعايز تكسب الماتش لازم تعمل تغييرتين في اول الشوط الثاني. ابراهيم حسن ينزل حدادي، ومحمود عبد العزيز ينزل مكان محمد ابراهيم. واخد بالك؟ لو انت عايز تكسب المباراه من الاول ما كناش وصلنا للي احنا وصلنا له ده. لكن برضه بغض النظر عن اي حاجه برضه يعتبر التعادل النهارده مكسب كبير لجمهور نادي الزمالك برضه. لا طبعا مش مكسب كبير. ليه؟ هو كويس ان ما خسرش 2 بونت قريبه من 3 بونت.
انت خلي بالك ان النادي الاهلي النهارده الشوط الاولاني كابتن رضا انت بتلعب المنافس بتاع النادي الاهلي النهارده الشوط الاولاني شكل الاهلي يخوف، وبعدين انت عندك جروس. احنا مش عايزين يعني يا كابتن رضا مش حكايه يخوف، الاهلي برضه كان بيلعب المقصه والمقصه كانت النهارده فتره. لا معلش المقصه ثالث المقصه بيراميدز. يا استاذ احمد ما تستهونش يا استاذ احمد، انت لازم من دلوقتي تنبه على المدرب وعلى اللعيبه. النهارده عملت ماتش عالمي انا قلت لك، بس احنا معناش مدرب. ما تقعدش بص، اللي بيحب المكان لازم يقول الصراحه، اللي بيحب المكان لازم تقول الخطا. واخد بالك انت النهارده لو معاك مدرب تكسب النهارده بيراميدز، وبيراميدز لو معاه مدرب تكسب النهارده الزمالك. وانا قلت الكلام ده وبقوله معاك اهو. واخد بالك النهارده قول لي بصمته ايه؟ انت مش شايف النهارده ان محمد ابراهيم من اول الشيء، وده على فكره ده مش تقطيع في محمد ابراهيم، ده تقطيع في الراجل اللي هو المدرب، لان المدرب هو اللي بيلعبه، محمد ابراهيم اللي ما قالوش العب. وبعدين انت اكتر واحد تحس انت عايز ايه. انت النهارده طالما خايف كده كنت بدات بمحمود عبد العزيز وطارق حامد وقدامهم فرجاني ساسي، ولازم فرجاني ساسي ده يتوظف ان هو يلعب تحت الفيرود. احنا شفنا النهارده المعلمه بتاعته والرقي في الاداء وفي الباص، يعني يلعب مركز 10 يعني يا كابتن رضا؟ ايه؟ يعني يلعب مركز 10؟ بالظبط كده. طب هو يبقى الفريق وهو ما يلعب مكان ابراهيم حسن ويغير معاه مصطفى فتحي وابراهيم حسن يقعد شويه. بس فانا بقول لك ان انت لو عندك مدرب النهارده تكسب النهارده. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه برضه عشان جماهير الزمالك تعرف. اتفضل. النهارده الجون الاولاني والجون الثالث ده شغل مدرب يا استاذ احمد. جولين بالشكل ده الراجل بس يا دوبك يقوم جاي لمسه تخش جون. فين التمركز؟ مفيش حد بيمسك، مفيش حد عينه على الكوره، مش واقفين صح، مش واقفين كل واحد في الحته اللي هي تبقى منبع الخطوره. ان اوقف ده انت على القائم الاخير الجون الثالث مفيش حد يا استاذ احمد خالص. ده 3 من فرقه بيراميدز. الجون الاولاني كله رايح على العارضه الاولانيه وسايبين العارضه اللي ورا، اللي هو الراجل يا دوبك لمسها كده. ده شغل مدرب. امال انت جايب 8 مدربين يعملوا ايه؟ في مدرب بيبقى للدفاع، وفي مدرب لنص الملعب، وفي مدرب للفيرود. ما انت جايب 8 مدربين لازمتهم ايه؟ وانت يا عم الكوتش ماشي، تغييراتك متاخره ليه؟ تغيير خالد بوطيب يعني بصراحه المفروض كان يعني يقدمه شويه، يعني ما كانش ينفع في الدقيقه 89. هو منزله في اخر اربع دقائق وقت اضافي وكان باقي دقيقه على المباراه. ما هو دي عادته ان الراجل دايما يغير في الدقيقه 89 او 90. ما انتش فاكر مصطفى فتحي في ماتش التخليه كان نازل في الدقيقه 89 ونص، واخد بالك؟ ومش هو بس ده كتير بقى في ماتشات كتيره، وعنتر ومش عارف كان قبل كده ايمن هيثم. لا هو اصلا عقيم في تغييراته وعقيم في قرايته للملعب والكلام دوت. انا قلته وجمهور الزمالك بيشتم. هو المشكله تقوموا من النوم على كارثه. لا المشكله يعني خلي بالك يا استاذ احمد ان انت في كل الماتشات اللي لعبتها سواء صعبه سواء سهله دي مش كان نجم المباريات دي يا استاذ احمد فعلا. بس برضه ما ننكرش برضه ان الزمالك النهارده لعب مباراه قويه يا كابتن رضا، يعني بغض النظر انا بقول لك الزمالك النهارده لعبته النهارده تاخد من 10 من 10 تاخد 15 من 10. يعني انت ما فيش مدرب. يعني لو جنش موجود النهارده كانت ممكن المباراه تختلف؟ لا لان التمركز الدفاعي بص ولا جون يسال عنه عماد السيد. وما تظلموش عماد السيد يا استاذ احمد. لا احنا مش بنظلمه، انا بسالك انت بتقول جنش هو بطل المباريات اللي قبل كده، فانا بسالك بقول لك كان فرق النهارده لو نزل في المباراه كان موجود كان فرقت النتيجه ولا؟ ده سؤالي مش قصدي اقطع كلمات خالص. بص هو طبعا جنش الفتره اللي فاتت دي له دور، حتى الماتش الاخير دوت فيه انفراد في اول 10 دقائق بتاع طنجه ده، لو دخلت دي كنا خرجنا من البطوله لان هم جابوا جون تاني. يعني انا ملاحظ يا كابتن ان جروس تقريبا تغييراته في كل مباراه يعني تحسها ان هي يا كابتن، يعني نفس التغيير هي ومش هي كمان، مش هي على حسب احتياجات الماتش يا استاذ احمد. يعني مش يعني النهارده مثلا انت جميل ابو طيب ماشي، جميل بناء عليه عايز تديله ما تديله اخر ربع ساعه اخر ثلث ساعه، واخد بالك؟ هتقول لي كان في طرد ماشي يبقى ما لعبوش، يبقى ما ظلموش وما لعبوش، واخد بالك؟ وخلي كان عمر السعيد ونزل واحد يا محمود عبد العزيز يقفل لك نص الملعب، لان عبد الله السعيد نزل سقط وبدا يعمل الكرات اللي هي من في وسط الديفنس عشان انت عندك نقص عددي.
هو سقط في نص الملعب عشان يلعب. كنت نزلت محمود ابو عزيز يقرب من الراجل ده. النهارده طبعا طلع بيان او مستشار تركي آل شيخ على صفحته بيقول ان انا عاوز عبد الله جمعه وطارق حامد من الزمالك وصاد مهند لاشين ومحمد حمدي. ايه رايك في الكلام ده؟ انا ما اعرفش يعني، انا ما قريتش البيان ده. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، ما الراجل لاعب النادي الاهلي نفسيا وبيلعب نادي الزمالك نفسيا، لان الراجل رئيس نادي وعايز يعمل احباط لل قبل يعني الزمالك طلع بيان دلوقتي برفض رحيل تصريحات الامير مرتضى، رفض طبعا بيع او تصرف في عبد الله جمعه او طارق حامد او الاستغناء عنهم تماما يعني. طب ما انا اقول لك على حاجه يا استاذ، ما انا السنه اللي فاتت قلنا في ماتش الاهلي والزمالك تحديدا، الزمالك خسر فيه 3-0. انا قلت في 4 لعيبه لازم يمشوا، في 3 مشوا وربنا كرم الزمالك، امال الرابع بقى ما يمشي. يعني مش هو مثلا حامل حمى يعني. لا ماشي يا كابتن رضا. يعني لو مشي والله الزمالك هياخد دوري وهياخد كاس وهيرجع تاني البطولات والكلام ده. طب انت شايف الزمالك محتاج صفقات جديده يا كابتن رضا في الوقت اللي جاي؟ عايز معلم زي مجدي قفشه او صالح جمعه. طب ما انت وبابا معلم وسياسي معلم، سياسي معلم وبابا معلم الاثنين معلمين. ماشي. اوباما في الحته دي يلعب على الطرف او راس حربه، انتاجه بيبقى اكتر. انما الحته دي عايزه ساسي ومجدي قفشه وصالح جمعه، لان مش اي حد يلعب في الحته دي. يعني انا برجح ان اوباما يلعب ناحيه الرايت او ناحيه الليفت، لان بيبقى حر اكتر من الحته اللي تحت راس حربه، لان دي زي ما بقول لك عايزه معلم، الباص بتاعه، التحرك بتاعه، يمسكك فرقه، يخليك مستحوذ، اي باص النهارده بيوديك للجون. فانت عايز واحد يكون عنده سرعه بالذات في الباص. كابتن رضا بصفتك راجل خبير كروي ومحلل كبير وراجل الله يبارك لك. هل الدوري اتحسم ولا لسه الدوري في الملعب؟ كان يتحسم النهارده بنسبه 50% لو كان الزمالك كسب بيراميدز. يعني انت عايز تقول لي كده يعني كده عايز تقول لي ان الزمالك ما حسمش الدوري بنسبه حتى 50%؟ بجروس بغض النظر عن جروس بلعيبه لا بص خلينا واقعيين يا استاذ احمد. خلينا واقعيين طبعا. يعني انت شايف ان النهارده مكسبك يقربك نور 50% كده بالنادي الاساسي بتاعك، يبقى انت بالفرق 11 بونت. انت الماتش في الدور الثاني يعني تخش بقى حتى بعد كده بقى لما الماتش الثاني تيجي في بيراميدز هتاخد من الاهلي بيكون انت خلاص الفرق كبير. انما انت كده كنت تاني من الاهلي في الدوري، طمعت بيراميدز في النادي الاهلي في الدوري، نادي الزمالك بالمساواه مع الراجل ربنا يستر، وبعد كده هتعرفوا قيمه كلامي ده. الله ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن رضا، شكرا جدا لحضرتك، شكرا. طبعا مع احترامي طبعا لكابتن رضا عبد العال نجم مصر نادي الزمالك، قد نختلف وقد نتفق مع بعض، ولكن انا شايف ان الزمالك ان شاء الله يعني مقترب بنسبه اكثر من بالنسبه لي انا، بالنسبه يعني توقعاتي او بالنسبه لترشيحاتي انا ان هو اقترب للدوري بنسبه 60% او